السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. المهم خليكم مع هذا الفيديو حتى الاخير، غادي تعرفوا بزاف 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 د الحوايجات. المهم اول حاجه البنات هي هاد مارش هذا كيقولوا خاصو يتعاود، ولكن كيطلبوا من المغرب تربح لكرواتيا. الا ربحات هي لكرواتيا خاصو يتعاود هذا الماتش من جديد مع فرنسا والمغرب. بصراحه هذا الماتش هذا اش غادي نقول لكم، غادي نخليكم الفيديو في الاخير ديال هذا الفيديو تشوفوا الفيديو اشنو كيقول. اول حاجه لعب اسبانيا مع المغرب ما وقعش كاع هذا الشيء، هذا راه الحرب، هذا ماشي ماتش. هذا كيبان لينا حنا بحال كيلعبوا البوكس، هذا ماشي الكره كيلعبوا الكره، حيت دابزين كاملين، وهذا الشيء راه لعبوا بواحد الحرقه اش غادي نقول لكم. ف سميتو وال... كما كيقولوا هذا اللي طلع لهم الترخيطه اماريه ولا لاكارت الصفراء، هذا خاصو يتعاقب على هذا الشيء. وراه الركراكي نوض الركراكي نوض التحقيق. هانتوما غادي تلقاو، غادي تخليكم مع هذا الفيديو تسمعوا كل شيء وتشوفوا كل شيء ان شاء الله. عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن احتجاجها القوي على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بقيادة سيزار أرتورو راموس. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها اليوم أنها احتجت بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي. في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأكدت الجامعة أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب المغربي، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي برسم نصف نهاية. المهم هذا هو العدل البنات. نتمنى يتعاود هذا الماتش، وحتى نتوما حطوا لي في التعليقات ووصلوا الفيديو لاكبر اكبر اكبر مشاهد باش يشوفوه الناس كاملين ويحطوا تعليقاتهم حتى هما.